مصائر الخلق عند الحق لا يعلمها إلا هو. وأخذا بهذا الأصل من أصول أهل السنة، لما تناولنا بدع سيد قطب قلنا في بداية ما تكلمنا عنه فيه من بدعه: نحن لا نتكلم في الرجل ولا في مصيره عند ربه، فمصائر الخلق إلى الحق وحده، لا علاقة لنا بمصيره، نحن لا نتكلم في مصيره عند ربه. كما قيل لابن أبي حاتم رحمة الله عليه، وكان بين يديه كتابه الجرح والتعديل، وكان يتكلم: فلان فيه كذا وكذا جرحا، وفلان فيه كذا وكذا تعديلا. فجاءه رجل صوفي فوقف عليه قال: أنت تتكلم في أقوام ماتوا منذ 100 سنة و200 سنة، لعل الواحد منهم حط رحله في الجنة منذ مات، وأنت تتكلم فيهم وتغتابهم. وليس كذلك، فليست غيبة، وإنما هي نصيحة للأمة، بل من أكبر النصح للأمة، بل من أوجب الواجبات على من علم وعلى أهل العلم أن يبينوه للأمة. يرون الأمة تضل الضلال المبين وتنحرف عن الصراط المستقيم وتتبع الخوارج في مناهجها، وهم يقفون من أجل أن يشاهدوا ذلك بحجة أنه لا تتكلموا فيهم فإنها غيبة. ولماذا اغتاب عثمان؟ ولماذا اغتاب هند أم معاوية؟ ولماذا اغتاب أبا سفيان وحكم عليه بالكفر؟ ولماذا اغتاب عمرا ومعاوية؟ ولماذا اغتاب موسى عليه السلام في مواضع كثيرة؟ كلما مر بقصته في تفسيره لمزه وشتمه، كما شبه في كتاب التصوير الفني. ولماذا وقع في أخلاق موسى وداود؟ أعرض هذا الإنسان أكرم علينا من أعراض الأنبياء والأصحاب، حاشا وكلا، ولا كرامة. فالمبتدع لا عرض له، ولكن لا نتكلم فيه يعني في عرضه، وإنما نتكلم في بدعه ونحذر منه وننفر عنه كائنا ما كان أمر، وإلا فهي الخيانة لدين الله والدفع بالمجتمع إلى حافة الهاوية. هؤلاء المساكين من القطبيين والخوارج يظنون أنهم سيتملكون زمام الأمور،